رفضوا طلب زياده المرتب. اني اسف. طب ما تيجي نفكر سوا لو حصل معاك الموقف ده تعمل ايه؟ انا محمد مشالي وجاي لك من سوق العمل. شوف يا بوبو، رفض السالري انكريز مش احسن السيناريوهات طبعا، بس المهم انك تعرف وتسال السبب اللي في الغالب بيكون حاجه من الاثنين. اول حاجه اسباب متعلقه بيك انت كموظف، وهنا انت محتاج تعرف كل التفاصيل. يعني لو محتاج ديفلوبمنت في حاجات لازم تعرفها من مديرك وتعرف ازاي تحط لها خطه وتحسن منها وتعمل حسابك تشتغل عليها وتشوف وصلت لايه فيها قبل السنه ما تخلص، وده بيكون من خلال تقييمك. وبالمناسبه ده نتيجته مش هتكون فلوس بس، انت هتلاحظ اختلاف فيك وفي شخصيتك. تاني حاجه بقى اسباب متعلقه بالشركه، ودي بتبقى يا حقيقيه يا اي كلام. لو حقيقيه انت عليك الاختيار، هتكمل ولا تدور على فرصه احسن. اما لو كانت اسباب غير مقنعه وبداوا في نغمه انت ابن الشركه اللي كلمتك عنها قبل كده، خلاص انت عارف السكه. من الاخر لازم تكون واثق ان طلبك للزياده ده حاجه مش عيب، ده جزء من تقدير الشركه ليك. انت طلبت حاجه نظير انك بتقدم خدمه بخبره معينه. اما لو حاسس انك طلبت حاجه انت ما تستحقهاش، يبقى ما تحرجش نفسك. ولا انت شايف ايه؟ هستناك تكتب لي في الكومنتس، وطبعا ما تنساش الفولو واللايك والحركات اياها.